حبايب قلب ام حذيفه، وحشتوني جدا جدا جدا. بصوا تلجة الجو ساقع وصعب جامد. فايه بقى، مكة جت في الدار ولسه جايه. الدار ديت انا قلت لكم اللي هي دار حفظ قرآن عشان محدش يسألني تاني. ماشي. طبعا لسه جايه، وانا كنت صراحه تحت البطانيه مكسله قوي 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 وسعانه. الجو هنا ساقع جامد. المهم كان في ورقه شعريه تقول لي يا ماما جعانه، قلت لها في مكرونه بشاميل اللي بقيت اللي كنا عاملينها امبارح تاكلي؟ قالت لا. في اكل نواشف جبن وزيتها وحاجات؟ قالت لي لا. انت تعالى اعملي حاجه دافيه بلبن؟ قالت لي ماشي. ففي الشعريه دي عملتها معاها قبل كده، مش عارفه نزلتها لكم ولا لا والله. عندي فيديوهات عنها وما نزلتهاش على فكره. المهم الشعريه دي بصوا هي يعني ايه، حلوه مش حلوه صراحه، مش هكدب عليكم. هي عامله زي العجين كده، بصوا واضحه، عامله زي الاندومي. الاندومي طعمه احلى صراحه. هي يعني ايه، الحب بتاعها عامل زي الاندومي كده. المهم هي بتتحمر في سمن، يعني تحط سمن معلقتين 3 سمن، وبعدين نحط الكميه دي. انا عاملاها كلها عشان اخلص منها اصلا. وبعد كده انزل عليها باللبن. هعملها بقى واوريها لكم كده، بس هي ايه، حلوه للاطفال يعني مفيده. فاعملها واوريها لكم. بصوا بقى، بسم الله. لونه كده بيبقى ايه، يقرب من الشعريه شويه. طبعا بتتحمر بالشكل ده كده. بصوا اللبن بقى ايه، عايم فيها بقى كده، عايمه في اللبن كده. عندك بقى جوز هند، عندك زبيب، عندك مكسرات، اي حاجه حط منها، اي حاجه تقدري تحطها. بص هي طعمها حلو يعني كحاجه سخنه صراحه، لكن كحاجه حلوه يعني كده لا. يعني عادي للاطفال تبقى حلوه كانها اندومي بالنسبه لهم، ده على الاقل فيها فايده احلى من الاندومي كده. يلا باي.